الفيديو اللي فات سألنا سؤال: ليه كل واحد مزنوق في مسلسل ولا برنامج ولا إعلان بيستنى رمضان عشان لا مؤاخذة يعرض أفكاره فيه؟ أنا هقولك. تخيل إنك واحد عندك أي منتج في الدنيا وضامن وجود مليارات من البشر بيتكلموا نفس اللغة، قاعدين في نفس اللحظة فاتحين راديو أو تلفزيون أو أيا كان وبيسمعوا قرآن ومستنين الأذان، وعندك ربع ساعة بعد الأذان اللي هي الربع ساعة بتاعة الأكل دي تعرض فيها فكرة أو منتج أو أي شيء في دماغك. الربع ساعة دي اللي أكيد وبنسبة 100% هيشوفهم على الأقل مليار مسلم. تدفع في الربع ساعة دي كام؟ يا خبر، أدفع كتير قوي. تخيل الفيديو بتاعي ده هينزل بعد أذان المغرب على طول على القناة الأكثر مشاهدة. خلاص يا معلم، احنا عدينا. تصدق أنا اتحمست، أنا اشتريت خلاص. بس هل أنا معايا تمن الربع ساعة بتاعت الأذان دي اللي هي بعد الأذان على طول؟ لا طبعا، دي تتباع بملايين يا برنس. طب ايه الحل؟ الحل اننا نبذل مجهود اكتر، وبدل ما نقعد الناس دي ربع ساعة بعد الأذان مثلا نقعدهم ساعة ساعتين اليوم كله يا معلم. احنا هنغلب. تخيل مسلسل كده على الساعة 9 وانا ببيع منتج سدادات ودان، فهشتري الإعلان اللي قبل التتر على طول. خلصانة يا معلم. بس السؤال، هل احنا عندنا الأدوات اللي تقعد الناس دي على كراسيها الوقت ده كله؟ يا معلم، عمرو دياب موجود، عمرو خالد موجود، عمرو مصطفى موجود، عمرو أديب. ده حرف العين بس يملى 70 ساعة. ده احنا نعمل قناة تانية لحرف الره بقى، ونعرض ونبيع حاجات وتبتدي الحكايات. ثانية واحدة، انت شكلك ضد الفن. انت شكلك استنى ما تكملش. انا لا معاه ولا ضده يا عم. انت سألت سؤال وانا بجاوبك. وعايز اقولك حاجة، يعني لو في وقت، الوقت ده المفروض تعمل فيه حاجة معينة وعملت فيه حاجة تانية، تبقى انسان. انا مش هقولك تبقى انسان ايه، انتوا كملوا في التعليقات. وفي الاخر كل واحد يشيل شيلته. اعمل فولو واستناني في فيديو جاي. سلام.